بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنلخص الفيلم الوثائقي ذا ديزرت سيز او بحار الصحراء من انتاج شركه ايكون فيلمز وشركه ارامكو السعوديه لصالح ناشونال جيوغرافيك. ومن خلال الفيلم ده هنعمل مقارنه متكامله الاركان بين البحر الاحمر والخليج العربي، وهنشوف المعجزات والحاجات الغريبه اللي بتحصل في كل واحد منهم. بتبدا قصتنا مع الراوي السير ديفيد. الراجل ده صوته روعه واسلوبه تحفه ملوش حل واخد جوائز كتيره جدا. بيقول لك السعوديه بتطل على بحرين، واحد منهم اللي هو البحر الاحمر كبير وبراق وشكله من جوه مذهل، اما البحر الثاني فهو بحر اصغر غامض وغريب وشكله كده ما يدلش على ان في حياه. ده بالنسبه للشكل الخارجي. اما الجوهر بيقول لك الجوهر بقى هيصدمك. اول فرق بينهم في بدايه التكوين، البحر الاحمر ده اساسا عباره عن ان الصفائح التكتونيه بتاعت القشره الارضيه بعدت عن الارض فعملت فجوه عمقها ميل اتملت بالميه فبقت البحر الاحمر. اما الخليج العربي فكان من 10000 سنه اصلا مستنقع، ولما منسوب الميه عالي في البحار راح المستنقع ده بقى هو قاع الخليج. عشان كده القاع الخليج العربي اغلبه رمله بيضاء اللي هي اصلا تعتبر امتداد للصحراء. في بصه سريعه كده على مجتمع في البحر الاحمر هنلاقي مثلا ايه، سمكه صفراء اللي هي سويت ليبس دي، في سمكه كده اسمها الراس، سمكه صغيره بتحاول ان هي تنظف لها الخياشيم بتاعتها وتنظف لها حوالين بقها، من خلال كده هي بتاكل الطفيليات، وفي نفس الوقت سمكه سويت ليبس اللي هي الصفراء دي بتحصل على نظافه مجانيه. نفس الكلام بيحصل مع تعبان المرينه، برضه هتلاقي برضه ايه، جمبري صغير خالص كده بيقرب من سنانه بيبدا ان هو ينظف له السنان دي، بيسلك له اسنانه في نفس الوقت هو بيتغدى، وفي نفس الوقت تعبان المرينه ده بيحصل على نظافه مجانيه. برضه في نفس المجتمع ده هنشوف اسماك الدمسل اللي هي الصغيره السودا دي بتستخبى في شقائق النعمان. طبعا شقائق النعمان دي فيها اشواك، اي مفترس بيحاول ان هو يهاجم الدمسل دي الاشواك دي بتشله. اما المجتمع في الخليج العربي مجتمع مختلف تماما. ليه؟ لان هو اصلا بحر صغير ومقفول بالمضيق، فهتلاقي الحراره والملح فيه اكتر من اي بحر تاني في العالم. فاول نظره تحس ان مفيش حياه، بعدها بشويه تلاقي ايه، سلحفاه معديه، وانت بتبص على السلحفاه دي هتلاقي شعاب مرجانيه، بس الشعاب المرجانيه دي مش زي بتاعه البحر الاحمر، شكلها كده كانها ايه، مدينه تعرضت للقصف. طب هي شكلها كده ليه؟ لان الحراره والملح دمروها. وانت بتبص كده على الشعاب المرجانيه هتلاقي شويه كاليماري كده في حاله غزل في موسم التزاوج. تيجي تبص على الارض الرمله هتلاقي فيها صخور كده، لما تركز هتلاقي الصخور دي اصلا عباره عن صبيط كبير. وورده كده برده في وسط الرمله، دي مش ورده ولا حاجه، دي مجموعه من الديدان. رمله كده هتلاقي فيها شكل عامل زي البراكين، عباره عن حيوانات عايشه جوه الرمله دي وبتنظف الجحر بتاعها فبتطلع الرمله من فوق اكنه بركان. وانت بتبص على الرمله كده هتلاقي مره واحده عينين كده وخياشيم سمكه ري بتجري على الرمله. تحصل سمكه الري ده هتلاقي مره واحده كده اعشاب بحريه اصلا موجوده في الرمله على مساحه الاف الاميال المربعه. بص على الاعشاب هتلاقي شويه جمبري واقفين كده وماشيين بيحاولوا ان هم يتخفوا في وسط الاعشاب دي. تلاقي كده وسط الزرع هتلاقي جحر، تبص في الجحر هتلاقي سمكه بلينس، كمان شويه هتلاقي مثلا لا تعبان جاي بيصطاد اصلا سمك بلينس ده. كل شتاء بتيجي السلاحف عشان تتغذى على الاعشاب البحريه دي، ورغم ان هي يبان ان هي ما بتاكلش غير الاعشاب البحريه، لكن الاعشاب البحريه دي بيكون عايش على الورق بتاعها مخلوقات ميكروسكوبيه تمثل مصدر بروتين للسلحفاه. وطبعا الاعشاب البحريه هنا كتيره جدا لان هي اصلا في ميه ضحله، والميه الضحله دي بتحافظ على الحراره وبتدخلها اشعه الشمس، ودي الظروف المناسبه للاعشاب البحريه والطحالب. طيب في البحر الاحمر الدنيا ماشيه ازاي؟ بيقول لك في البحر الاحمر الميه صافيه، فبالتالي الدنيا كلها معتمده على الشمس. الشعاب المرجانيه دي اللي بناها حيوان اسمه البوليب. الحيوان اسمه البوليب ده بيعيش جواه نباتات ميكروسكوبيه وطحالب. النباتات الميكروسكوبيه والطحالب دي بتحول اشعه الشمس لمواد سكريه، والمواد السكريه دي بتغذي الشعاب المرجانيه. يعني النظام كله مبني ايه، على طاقه الشمس. وبتبقى الشعاب المرجانيه دي زي مدينه كل المخلوقات بتسكن جواها، والمخلوقات اللي هي بتفترس المخلوقات دي بتبقى عايشه براها. مثلا البلو فين تريفالي ده عباره عن سمكه مفترسه بيحاول يطارد اي حاجه بتبعد عن الشعاب المرجانيه. وفي مثلا حاجه اسمها الشعاب المرجانيه ذات الاسلاك، بتلاقي شعاب مرجانيه كده عامله ايه، اسلاك لبره كده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في غبار معدي او طفيليات او اي حاجه بتلزق على الاسلاك دي، ويجي كده ايه، جمبري صغير يحاول ايه، ياكل الحاجات اللي هي لازقه على الاسلاك دي. تلاقي الاسماك اللي مش عايشه في الشعاب المرجانيه عايشه في تجمعات كبيره زي اسماك وحيد القرن كده اللي انتم شايفينها، عايشه في تجمعات كبيره جدا. لكن التجمعات في الخليج العربي مختلفه تماما. زي طائر سكوترا كومرنز، الطائر ده بيجي هنا باعداد تصل ل 250,000 طائر، واصلا ال 250,000 طائر دول عباره عن 3/4 سكان العالم من السكوترا كومرنز. يتكاثر في الشتاء في الجزر المنعزله، وبتنزل بقى اللي هي الفراخ الصغيره دي في الشتاء. الدنيا الصبح بتبقى ساقعه جدا فبتقعد تترعش، غير ان اصلا الحياه في المستعمره بتبقى دوشه جدا وريحتها قذره وخطر. تلاقي كبار السن بتمشوا مع بعض كده في عصابات، والامهات بتقعد تحرس الصغار دول، اما الذكور فبتكون بره بتصطاد. واي صغير مش محمي ممكن يهاجموا النورس، مش بس النورس ده ممكن فرد من المستعمره اصلا يهاجمه. لما بيجي الظهر الحراره بتنقلب ان هي كانت ساقعه جدا لانها بتكون حر جدا، وطبعا الطيور مش بتقدر تعرق، لان هي بحركه سريعه كده تدخل وتطلع الهواء بسرعه من بقها عشان ايه، ترطب على نفسها شويه. طبعا مفيش مكان ضله يستخبوا فيه ولا حتى في اكل.
مره واحده يظهر الامل في الافق، عباره عن الذكور دي هي اللي رجعت بالاكل للعشيره اللي موجوده. واول مشكله بتواجههم ان هم مش لاقيين الاسر بتاعتهم، 250,000 طائر والذكور جايبه بالاكل، طب فين مراتاتهم فين عيالهم؟ ما مش لاقيين الناس بتوعهم وسط الزحمه دي كلها. طبعا بتحصل بقى تمثيليه بقى فصعبه، تبدا الاناث تطارد الذكور حتى لو مش ازواجهم، تلاقي مثلا ذكر واقف مثلا، واحده ايه عماله تعمل حركات اكنها بتعاكسه يعني يمكن يرضى يديها الاكل ولا حاجه، تلاقي مثلا ذكر معدي مثلا وفي 2 انثى بيجروا وراه اصلا ما يعرفوهوش اول مره يشوف حياتهم، لحد ما ذكر منهم يضعف ويبدا ياكل الانثى اللي هو مش عارفها دي، وتيجي بقى مراته الحقيقيه وتديله على دماغه. في وسط بقى الهيصه دي ودول بيجروا ورا دول ودول بيجروا ورا دول، بيجي طائر زي طائر السكوترا ويبدا ان هو ايه يهاجم الصغار اللي مش محميين. يقول لك بقى اول ما تعتقد ان الظروف لا يمكن تبقى اصعب من كده، تيجي بقى العاصفه الرمليه قويه جدا لدرجه ان هي بتخلي الخليج ده عامل زي الشوربه، هي بتخلي المخلوقات اللي جوه الخليج ده مطربه، زي السلحفاه كده انت شايفها بقت مطربه، وكمان سمكه الري بقت برده من فوق كده مطربه. لكن من ظهر المحنه تيجي المنحه. يقول لك العاصفه الرمليه دي بتخص بالاعشاب البحريه بالنيتروجين والحديد والفوسفورس لدرجه ان هي تدي انتاجيه اكتر من الزراعه المكثفه. طبعا السلاحف البحريه بتتغذى وكله تمام، وبتبدا في شهر 2 الهجره بتاعتها للناحيه الثانيه من الخليج عشان تروح موسم التزاوج. في الناحيه الثانيه من الخليج اللي بيحصل في الناحيه الثانيه من الخليج بتهب رياح الشمال. رياح الشمال دي عباره عن عاصفه رمليه بتحمل عناصر غذائيه كتيره جدا وبتحطها كلها في الميه، ومن ضمن العناصر الغذائيه دي العوالق دي بتنزل الميه بتتفتح وتبدا ان هي تاكل كل المخلوقات اللي موجوده في الميه، وتلاقي مثلا سمك زي الماكريل كده مجرد ان هو ماشي وفاتح بقه هو خلاص هو كده بيتغذى مش محتاج يعمل اي مجهود. ورغم ان القرش الحوتي ده اكبر سمكه في المحيط لكن هو ما بياكلش غير العوالق. فسبحان الله اللي خلى رياح الشمال دي يعني هي سبب ان المكان ده عايش. ازاي بقى؟ لان الرياح دي واخده معاها العوالق تحطها في الميه دي ياكل منها السمك يجي عليه الطيور. وكل اللي بيحصل ده استثنائي جدا، لان حرب الخليج لما كانت في سنه 90 91 حصل اكبر تسرب نفطي في التاريخ، كان في دمار وتخريب للحياه البحريه هناك، وقال لك ده خلاص الحياه البحريه هناك انتهت وعمرها ما هتقوم تاني. لكن سبحان الله ربنا جعل رياح الشمال هي سبب ان المكان ده يعيش تاني، رغم ان الرياح الرمليه دي تعتبر اصلا مصيبه، هي تعتبر من الكوارث الطبيعيه زي البراكين مثلا. برضو البراكين تعتبر من الكوارث الطبيعيه، لكن لما البركان بيفور في منطقه او بيضرب منطقه، المنطقه دي بتتحول لمكان خصب جدا. الدنيا ماشيه ازاي في البحر الاحمر؟ لا ما فيش بقى اليخمه بتاعت الخليج دي خالص بقى، ما فيش العوالق والكلام ده كله. البحر الاحمر لازم يكون مكتفي ذاتيا، حتى العواصف اللي بتهب عليه يا دوبك بتنظف الشعاب المرجانيه لكن مش بتقدم اي عناصر غذائيه للميه. احيانا بين الشعاب المرجانيه بيكون في اماكن رمليه، لكن حتى الاماكن الرمليه دي مش زي ما انت متخيل، دي رمله مش اصليه. ازاي؟ بيجي سمك البغبغان بياكل الشعاب المرجانيه، بيهضم منها حيوان البوليب اللي قلت لك عليه، وبعد كده بيخرج الفضلات بتاعته على هيئه رمله بيضاء. فكره ان هي ما بتكونش فيها عناصر غذائيه كتير، بالتالي مثلا تلاقي حيوان زي خيار البحر ده كده يقعد طول اليوم يدور في الرمله دي على حاجات ايه تكفي ان هو يشبع بس. وتلاقي مثلا حيوان زي نجم البحر ده المفروض ان هو اصلا ما يطلعش على الرمله لان دي حاجه خطر جدا بالنسبه له، لكن هو معتمد ان هو في اشواك فمحدش قادر يقرب له، فبيطلع على الرمله دي يدور على اي اكل ياكله. اللي بيحصل ان بيقابله سمكه زي سمكه الزناد عندها فك قوي جدا واسنان قويه جدا، بتقدر ان هي تفكك الاشواك بتاعته وبتاكله، لكن من حسن حظه ان هي بتنسى دراعه وهو كده كده بيقدر يجدد نفسه من خلال دراع واحد بس. طيب يعني هي الحيوانات كلها بتاكل ازاي في البحر الاحمر؟ هديك 3 امثله. المثال الاولاني التعبان الدفاس اللي هو اللي موجود في الصوره ده، على فكره التعبان ده احنا عملنا له محتوى خاص بيه عندنا في القناه، ده بيفضل طول اليوم واقف في الرمله كده بيستنى العوالق المعديه، ومفيش بقى زي الخليج عوالق كتير، هي عوالق قليله لدرجه ان هو بيقعد اليوم كله واقف كده ياكل على بال ما ايه يشبع، واي حاجه كبيره معديه يروح جاي ايه نازل في الرمله. مثال تاني سمكه الري، سمكه الري دي بتمشي على الرمله وبتحس باي موجات كهرومغناطيسيه تحت الرمله، فتقدر ان هي تعرف لو كان في مثلا محار او دفلي او جمبري، فتبدا ان هي تحفر وتاكله. فسمكه بقى الري دي تحفر بيبقى في سمك تاني مستني ان هي مثلا تطلع حاجه بالغلط فايه ياكلها هو. واكتر واحد مشهور بيمشي مع سمكه الري دي اللي هي سمكه الساند بيرش، والعلاقه بينهم متكافئه، انها مثلا سمكه الري بتحفر فهو بياكل من وراها، وفي نفس الوقت هو بيراقب عشان لو في سمك كبير جاي يحذر سمكه الري. معنى كده ان الحياه في البحر الاحمر بتحتاج صبر زي التعبان الدفاس، او بتحتاج مهارات استثنائيه زي اللي موجوده عند الري، او بتحتاج ان انت تكون مصاحب واحد عشان منفعه زي سمكه الساند بيرش اللي ماشيه ايه مع سمكه الري، يا اما بقى تكون عملاق في الافتراس زي بقى اسماك البراكودا واسماك ايه القرش. مع قرب الغروب تبدا اسماك البراكودا بتعمل زي دايره كده بيسموها عجله الموت، دي بيعملوها ايه بهدف الافتراس ان هم يبداوا ايه يصطادوا. كل ما الليل يقرب والليل يخش اكتر تبدا الاسراب في البحر الاحمر تبقى متوتره جدا، لحد ما الليل يليل بيظهر بقى عالم مختلف تماما في البحر الاحمر. تلاقي مثلا تعبان المارينا طالع يصطاد، تلاقي مثلا شعاب مرجانيه لينه بدات بالانتفاخ ما كانتش موجوده اصلا او كانت موجوده على شكل صغير بقت منتفخه وتملي مكان كبير. تلاقي مثلا نجوم الباسكت طلعت بقى على قمم الشعاب المرجانيه وفردت جناحاتها كلها. تلاقي السمك اللي بيصطاد بالخداع زي سمكه الاسد
بتخبي جسمها في الريش بتاعها، هي عندها فوق زعنف كتير عامل زي الريش، بتقعد تهزه كده بالراحه عشان تخبي شكل جسمها على بال ما تقدر ان هي ايه تفترس الفريسه. طبعا الاسماك بقى الغلابه اللي ما لهمش في القصه دي كلها زي السمك الصغير بيبدا يستخبى في شعاب مرجانيه، ولو هو سمك كبير شويه زي سمكه البغبغان بيبقى عنده حيل ثانيه زي مثلا سمكه البغبغان بتعمل كتله كبيره من المخاط حوالين وشها عشان تخفي وجودها، بتفضل الدنيا متوتره كده لحد ما الفجر يطلع. في الخليج الامور بقى مختلفه تماما، في اواخر الربيع بتوصل السلحفه لاماكن التزاوج بتاعتها اللي كنا اتكلمنا عليها وبيبدا التزاوج. كل 2 ازواج يختاروا بعض بيقضوا اليوم كله مع بعض، طبعا بيطلعوا كل 10 دقائق سطح الماء عشان التنفس، ويجي بقى العزاب اللي هم ما لهمش حظ في موسم التزاوج يبداوا ان هم ايه يغلسوا عليهم. بيكون الربيع عامه موسم التزاوج لمخلوقات كتيره جدا زي سمكه الري مثلا، وزي ما في موسم تزاوج جوه الميه في موسم تزاوج برضه بره الميه بس مع طائر مختلف تماما اسمه تيرنس، وده عكس بقى السكوترا كومرنز خالص. اول حاجه بيعملوها اول ما يوصلوا من الهجره بتاعتهم بتاعت التزاوج دي، اول حاجه يعملوها يوصلوا يروحوا يستحموا ويضربوا السشوار ويقعدوا بقى يبصوا لبعض، لا انا اطول انا اطول، كل 2 يرفعوا منقارهم فوق بعض عشان يشوفوا مين اطول. بيكونوا متباهيين جدا لاقصى درجه، بيبداوا بقى ان هم يتبادلوا الهدايا مع حبيباتهم عشان الدنيا تمشي. اول ما بيحطوا البيض بيتفاجئوا ان الدنيا حر جدا، ان هم وصلوا في الربيع طبعا في الخليج الدنيا حر جدا، بيبداوا بقى ان هم يخافوا البيض ده يتسلق، فيتصرفوا ازاي؟ بتبدا بقى ايه الذكور او الاناث اي حد يكون فاضي يعني يطلع على الميه يبل شعر الصدر بتاعه ويرجع يرطب على البيضه دي. قليل جدا من الطيور اللي اتعلمت حيله شبه كده ان هي ترطب على البيض بميه البحر. على اخر الصيف بتبدا بقى الصغار انها تكون كبرت وتبدا ان هي ايه مستعده لرحله العوده. كمان في الوقت ده السلاحف بتروح تحط البيض بتاعها. في اي حته في العالم لو درجه الحراره بتاعت الميه زادت ولو حاجه بسيطه فالشعب المرجانيه بتبيض وبتموت، لكن في الخليج هنا في الصيف ممكن درجه الحراره تعدي ال 90. طب ازاي في شعب مرجانيه قدرت تعيش؟ يقول لك في شعب مرجانيه قدرت فعلا في الخليج انها تتكيف مع درجه الحراره مرتفعه جدا جدا زي مثلا شعاب مرجانيه بتاعت الاكروبورا، وبتعمل كده عن طريق ان هي بتتعاون مع انواع كتيره جدا من الطحالب. نرجع تاني للبحر الاحمر. البحر الاحمر فيه 3 مشاكل. المشكله الاولانيه ان هو متصل بالبحر المتوسط داخله في بتاع 200 سنه عن طريق قناه ملاحيه. قناه السويس هي اكتر قناه ملاحيه مزدحمه في العالم، معنى كده ان هو عرضه للتلوث لو اي سفينه غرقت فيه، بالذات لو كانت السفينه دي حامله للنفط، بالذات ان كل اصلا سفن اللي هي المحمله نفط اللي رايحه اوروبا بتعدي منه. مثال على كده اللي احنا شايفينه ده حطام سفينه غرقت فيه من عشرات السنين وبقى جزء من القاع، فايه اللي هيحصل مثلا لا قدر الله لو سفينه من السفينات اللي هي بتنقل النفط دي غرقت فيه؟ المشكله الثانيه في البحر الاحمر ان النظام البيئي فيه قايم على الافتراس. طب يعني معنى كده ان كل سمكه هي مسؤوله انها تحمي نفسها وبتفترس السمكه اللي غيرها. طيب انت عشان تعيش لوحدك انت لازم تحمي نفسك، ما بالك بقى لو انت عندك اسره عايز تعمل اسره؟ مثال على كده مثلا سمكه الزناد بيبقى جابت البيض بتاعها وحطته على الارض وايه ونامت فوقيه عشان خاطر ما حدش ياكله، مع ذلك السمك اتلم حواليها وحاول ان هو يسرق البيض ده عشان ياكله. بيجي شريك سمكه الزناد عشان يشاركها في حمايه البيض، لكن للاسف بيكون البيض معظمه اتاكل. المشكله الثالثه ان الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر مش متكيفه مع الاحتباس الحراري العالمي، بالتالي في منها بدا يموت. كل ما الحراره بتزيد بيبدا ان هي الشعاب المرجانيه تحصل فيها خساره ويموت. قصاد كده بقى الخليج بيحصل فيه ظاهره ثانيه استثنائيه بتكون سبب لتجديد الحياه في الخليج، بيحصل اطلاق لملايين من البيض واليرقات. كمان في ديدان اسمها البالولو بتوقع اغلفه من البيض اكنها بترشرش ملح، كل حبه ملح منهم اللي هي بيضه يعني بتتحول لكبسوله. كمان الشعاب المرجانيه اللي هي اصلا متعوده على الحراره العاليه تطلق البيض بتاعها في الميه دي كمان. كل ده خير في الميه، ملايين من البيض وملايين من اليرقات انتشرت في الميه في وقت قليل. بيقول لك ده ما كانش معروف ان هو بيحصل اصلا في الخليج، ما بالك بقى اصلا ده هم قدروا يصوروه. طبعا من كتر الخير الكتير قوي ده كل السمك بياكل كويس وبيتغذى وكمان بيبقى زياده، عشان كده المره اللي فاتت قلت لك ان السمك اللي في الخليج بيتغذى احسن من السمك الموجود في البحر المتوسط. طب الزياده دي اللي بيحصل فيها؟ بيجي قنديل زي ما انت شايف كده، القنديل ده الراجل الراوي بيقول لك عليه ايه؟ ده عباره عن سفينه نوح. زي يعني سفينه نوح بيبقى كده من فوق عليه حاجه اسمها كتونيفور، ومن تحت بقى مليان سمك صغير ولده وجمبري صغير ويرقات صغيره وبيض من الشعاب المرجانيه اللي هي اصلا بتتحمل درجه حراره عاليه. ويبدا القنديل ده كله ياخد الحاجات دي كلها يروح المحيط، يروح لمكان ما فيهوش حياه ويبدا فيه الحياه عن طريق المخلوقات اللي معاه دي. في نهايه القصه بيقول لك الراوي رغم ان البحر الاحمر شكله جميل جدا وبراق، لكن هو ما عندوش مخزون من اي شيء، لكن اسوه الظروف في الخليج العربي هي في الحقيقه ثروته الحقيقيه. انا عارف ان المحتوى دسم شويه، يا رب بس يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.